السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكل المبدعات اللي بيشرفوني يتفرجوا على الفيديو. أنا تغريد سيد لصفحة وقناة كروشيه توتة والمبدعات. إن شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض الموديل القمر ده. هو عبارة عن شال بجيوب طالع ترند جدا من السنين اللي فاتت ولسه مستمر معانا. الشال بغرزة لطيفة قوي قوي، هنستخدم فيه غرز حلوة جدا وبسيطة. لو انت مبتدئة تقدري تعمليه. تحسي ان الشال كده ايه، كارديجان في نفسه. لما تركبي له جيوب بيبقى شكله لطيف قوي. ممكن كمان لو حابه تنفذيه ككوفيه ممكن جدا جدا، وهشرح لك اثناء الفيديو ازاي تقدري تنفذيه كشال او كوفيه والمقاسات بتاعته. كمان هقول لك كميه الخيط اللي انت ممكن تحتاجيها لو هتعمليه شال او تعمليه كوفيه. تمام. كمان احنا هنعمل الشال منه مستطيل، وهنعمل ان شاء الله فيديو لو حابة تنفذيه مستطيل من الأمام ومثلث من الخلف. ولو حابة تعملي الشال كمثلث بس، شال مثلث بس، برضو هتلاقي الفيديوهات دي في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. تمام. دي ألوان الشال لو حابة تنفذيها بألوان تانية. حبيت أقترح يعني عليك كده ألوان تشوفيها في الألوان التانية. قوليلي بقى انت لو حابه تنفذيه هتنفذيه شال ولا كوفيه، وكمان هتنفذيه باي لون. وكمان لو اول مره تشوفيني قوليلي بتشاهديني من اي بلد. يلا نسمي الله ونبدا نشتغل على طول، ونشوف هنشتغل ازاي ونشوف التفاصيل كامله. بسم الله نبدا على طول. انا هنا معايا خيوط هيمالايا افري داي. انت تقدري تستخدمي اي نوع خيط، اي نوع خيط انت حباه، بس يكون متوسط السمك او رفيع. ممكن سميك، بس بصراحة الخيوط السميكة مش عارفة، يعني انا ما جربتش خيوط سميكة وحاساه مش هيبقى لطيف قوي مع الشال ده. تمام. وهستخدم هنا ابرة رقم 4 عشان الشال يطلع خفيف كده ومرن بإذن الله. وطبعا معايا المقص والمزورة بتاعتي. تمام. انت تقدري تستخدمي تصميم الشال ده لكوفية او شال زي ما انا عاملة. تمام. هنا انا عاملاه طبعا بجيب. برضو انت حابه تعملي بجيب او مش بجيب براحتك، احنا نشرح كل حاجه واحنا شغالين. وفي اخر الفيديو هنتكلم عن كميه الخيط، المقاسات والكوفيه. تمام. هسمي الله وهبدأ. اول حاجة انا محتاجة عدد غرز من مضاعفات 3 زائد 1. محتاجة عدد غرز من مضاعفات 3 زائد 1. هتشتغلي عدد غرز من مضاعفات 3 زائد 1 لحد ما توصلي للطول اللي انت محتاجاه للشال او الكوفية بتاعتك. تمام. انا هنا هشتغل بطريقة الفاونديشن، فهشتغل غرز العمود على طول. لكن لو انت حابة تبدأي بسلاسل زي ما قلت لك هتبدأي بسلاسل من مضاعفات 3 زائد 1. وبعد كده بتزودي سلاسل الارتفاع وتشتغلي غرز عمود. انا اهم حاجة السطر الاول يكون غرز عمود من مضاعفات 3 زائد 1. وانا في الشال الاصلي بتاعي اشتغلت السطر الاول عبارة عن 241 عمود، وكان طوله متر ونص تقريبا. تمام. بخيط هيمالايا افري داي. لو انت هتستخدمي طبعا خيط اسمك هيبقى ال 241 سلسلة دول هيدوكي طول اكبر، يعني مقاس اكبر. تمام. فانت الطول بتحدديه او المقاس بتحدديه على حسب الخيط والابرة اللي معاكي. هبدأ اشتغل كده 1 2 3 سلاسل كارتفاع، وياخد لفة واروح عند اول سلسلة هدخل تحت الحلقتين بتوعها بالشكل ده. هاخد لفة واطلع. معايا حلقتين هاخد لفة واطلع من اول حلقة. معايا 3 حلقات على الابرة. هاخد لفة واطلع من حلقتين. هاخد لفة واطلع من حلقتين تاني. هاخد لفة واروح هنا كده عندي زي رقم 8 كده، بدخل تحتيه الحلقتين بتوع السلسلة. اخد لفة واطلع. معايا 3 حلقات. هاخد لفة واطلع من اول حلقة. بعد كده هاخد لفة واطلع من حلقتين. هاخد لفة واطلع من حلقتين. انا كده بشتغل السلسلة وسطر العمود في نفس الوقت. هاخد لفة وادخل كده تحت الحلقتين. هاخد لفة واطلع. مع كده دخلت تحت الحلقتين. هاخد لفة واطلع. معايا 3 حلقات. هاخد لفة واطلع من اول حلقة كده انا عملت السلسلة. هاخد لفة واطلع من حلقتين. هاخد لفة واطلع من حلقتين كده عملت العمود. هستمر بالشكل ده كده اشتغل لحد اما يكون معايا عدد غرز عمود من مضاعفات 3 زائد 1. زي ما قلت لك انا اشتغلت 240 عمود وزودت كمان عمود. ال 240 دول اللي هم مضاعفات 3 في 8. ماشي. وزودت كمان عمود اللي هو الزيادة بتاعي، يبقى 241 عمود. خلاص كده.
هكمل بالشكل ده كده لحد ما اوصل للطول اللي انا محتاجاه للشال او الكوفية بتاعتي. خلاص هكمل وارجع لكم نشوف الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. اشتغلت بالشكل ده كده مضاعفات رقم 3+1 غرز عمود من مضاعفات 3+1. بصي السطر ده كده بداية السطر، شوفي السطر من تحت شكله حلو ازاي، بيبقى زي اخر سطر. ده من مميزات غرزة الفاونديشن. تمام. كمان ما بتلاقيش السلسلة مقوصة معاكي، بتلاقي الشغل كده لطيف جدا ونظيف. هنبدأ السطر رقم 2، ده كده السطر رقم 1. السطر رقم 2 هلف الشغل بتاعي، هدخل في اول غرزة مباشرة، اخد لفة واطلع معايا حلقتين، هاخد لفة واطلع من حلقتين. اشتغلت غرزة حشو، هدخل في الضلع التاني لغرزة الحشو، اخد لفة واطلع معايا حلقتين، هاخد لفة واطلع من حلقتين. يعتبر اشتغلت 2 حشو فوق بعض. بعد كده هشتغل 1 2 سلسلتين، واخد لفة على الابرة واتخطى من تحت 1 2 الغرزة رقم 3. هدخل اخد لفة واطلع معايا 3 حلقات، هاخد لفة واطلع من اول حلقة، بعدين هاخد لفة واطلع من حلقتين، هاخد لفة واطلع من حلقتين. اشتغلت غرزة عمود طويل. تاني هشتغل 1 2 سلسلتين، هاخد لفة، اتخطى من تحت غرزة التانية رقم 3 هشتغل فيها عمود طويل. 1 2 هاخد لفة على الإبرة، اتخطى 1 2 الغرزة رقم 3 هدخل اخد لفة واطلع معايا 3 حلقات، هاخد لفة واطلع من أول حلقة، بعدين هاخد لفة واطلع من حلقتين، هاخد لفة واطلع من حلقتين، واكرر 1 2 الغرزة رقم 3 بالشكل ده كده لحد ما اوصل لاخر السطر. وصلت لاخر 3 غرز في السطر، 1 2 واخد لفة، اتخطى 1 2 الغرزة الاخيرة، اشتغل عمود طويل بالشكل ده كده. هلف الشغل بتاعي وادخل في اول غرزة، ارتفع بس الاول سلسلة، وادخل في اول غرزة اشتغل حشو، بعدين 1 2 2 سلسلة، وادخل هنا تحت العمود اشتغل حشو، 1 2 وادخل تحت غرزة العمود اشتغل حشو، 1 2 واشتغل حشو على العمود، 1 2 وحشو على غرزة العمود، وهكذا 1 2 واشتغل غرزة حشو على العمود. هكمل السطر. هلف الشغل وادخل في اول غرزة حشو على طول، اشتغل عمود، اشتغل حشو، واشتغل في الضلع التاني لغرزة الحشو حشو. كده اشتغلت غرزة عمود. بعد كده ياخد لفة، وتحت الاتنين سلسلة اشتغل 2 عمود، على الحشو اشتغل عمود، تحت السلسلة اشتغل 2 عمود. ده كده السطر رقم كام؟ السطر رقم 4. ده 1 2 3، ده السطر رقم 4. يبقى على العمود بشتغل، على الأسفل الحشو بشتغل عمود، وعلى الاتنين سلسلة بشتغل 2 عمود. هكمل السطر رقم 4 بالشكل ده كده. آخر غرزة حشو في السطر بشتغل عليها عمود. هبدأ السطر رقم 5، هلف الشغل وادخل في أول غرزة مباشرة أشتغل حشو، أدخل في الضلع التاني غرزة حشو أشتغل حشو. بعد كده هبدأ أشتغل السطر ده بالكامل ما عدا أول غرزة وآخر غرزة أشتغله بالكامل غرزة بريد خلفي. بدخل من الخلف كده ما بين العمود الأول والعمود التاني، بزق العمود للخلف واطلع ما بين العمود التاني والتالت بالشكل ده كده. العمود بيكون على الخلف على الإبرة، باخد لفة واطلع معايا 3 حلقات، باخد لفة واطلع من حلقتين، اخد لفة واطلع من حلقتين، عمود خلفي، هاخد لفة وادخل كده ازق الخيط لورا واشتغل بالشكل ده كده عمود خلفي. تمام. تاني اخد لفة وادخل كده ازق الخيط واطلع، هكمل كده السطر غرزة بريد خلفي
لحد ما اوصل لاخر غرزة في السطر. وصلت لاخر غرزة في السطر، اشتغل عليها عمود عادي، الف الشغل وابدأ السطر رقم 6. هدخل في اول غرزة اشتغل عمود، 2 سلسلة واخد لفة واتخطى 1 2. الغرزة رقم 3 هبدأ اشتغل فيها بف، 1 2 3. ممكن تشتغلي بف ب3 لفات او 4 لفات او 5 لفات على حسب سمك الخيط اللي معاكي، وعلى حسب برضو انت عاوزة كثافة البف تبقى قد ايه. فانا هشتغلها معاكم ب5 عشان تشوفوا اهو، واخد لفة واطلع من كل الحلقات اللي على الابرة ما عدا اخر حلقة، واخد لفة واطلع من الحلقتين اللي فاضلين على الابرة تاني. 1 2 2 سلسلة، اخد لفة اتخطى 1 2. الغرزة رقم 3 ادخل فيها اخد لفة واطلع، ادي كده اول مرة، اخد لفة وادخل، اخد لفة واطلع، ادي كده تاني مرة، تالت مرة، الرابعة، الخامسة في نفس المكان، اخد لفة واطلع من كل الحلقات اللي على الابرة مرة واحدة، هيكون معايا حلقتين، اخد لفة واطلع من الحلقتين، 2 سلسلة واكرر 1 2. التالتة بالشكل ده كده. زي ما قلتلك انتي بتحددي عدد اللفات بتاعة البف على حسب كثافة الخيط اللي معاكي، وعلى حسب انتي عاوزة برضو حجمها عامل ازاي. 3 4 5 سلسلتين، تخطى غرزتين وارجع اكرر، هكمل بقى السطر. خدي بالك ان هما 5 لفات بيسحبوا خيط، فخليهم 3 او 4 عشان الخيط ما يتسحبش منك ويخلص بسرعة. 1 2 واتخطى 1 2. الغرزة الأخيرة هشتغل فيها عمود عادي بالشكل ده كده. تمام، ألف الشغل بتاعي وأدخل في أول غرزة أشتغل عمود، عند 2 سلسلة أشتغل عمود. ده كده السطر رقم 8 صح؟ ادي كده 1 2 3 4 5 6 7، السطر رقم 7، السطر رقم 7. تمام اهو، تحت 2 سلسلة بشتغل 2 عمود، وعلى البف بشتغل عمود. يبقى تحت 2 سلسلة بشتغل 2 عمود، وعلى البف بشتغل عمود. هكمل السطر، وصلت لاخر غرزة في السطر بالشكل ده، اشتغل على اخر عمود عمود، وهبدأ بقى اكرر السطر رقم 2 3 4 5 6 7، 6 سطور بكررهم. هفضل اكرر ال6 سطور دول لحد ما اوصل للعرض اللي انا محتاجاه. تعالوا نشوف هنكررهم ازاي مع بعض تاني. تمام، هلف الشغل هنا تكرار السطر رقم 2، هعتبر ان انا هبدأ بعمل الاول ماشي، يعني هو ده السطر اللي بيتكرر، هما 6 سطور بكررهم، فهقول ان هو ده السطر رقم 1. تمام، في التكرار السطر رقم 1 بشتغل عمود، 2 سلسلة واخد لفة اتخطى 1 2. الغرزة رقم 3 اشتغل فيها عمود طويل، 2 سلسلة واخد لفة اتخطى 1 2. الغرزة رقم 3 اشتغل عمود طويل. هكمل السطر وارجع لكم. 1 2 واتخطى 1 2. الغرزة رقم 3 واللي هي الأخيرة في السطر اشتغل فيها عمود طويل بالشكل ده كده. تمام، هلف الشغل وادخل في اول غرزة الاول، ارتفع سلسلة، ده السطر رقم 2 اللي هو تكرار السطر رقم 3. اشتغل حشو، 2 سلسلة واشتغل على العمود حشو، 2 سلسلة واشتغل على العمود حشو، 2 سلسلة وعلى العمود اشتغل حشو. هكمل السطر ونرجع. اخر السطر هشتغل حشو على اخر عمود، هلف الشغل
وده السطر رقم 3 اللي هو تكرار السطر رقم 4. بدخل في اول غرزة اشتغل حشو، ادخل في الضلع التاني لغرزة الحشو اشتغل حشو، بعد كده تحت الاتنين سلسلة بشتغل 2 عمود، 1 2، وعلى الحشو بشتغل عمود، وهكذا تحت الاتنين سلسلة بشتغل 2 عمود، وعلى الحشو بشتغل عمود لحد ما اخلص السطر. وصلت لاخر السطر، تحت اخر سلسلتين اشتغلت 2 عمود، واخر غرزة حشو اشتغل عليها عمود، الف الشغل، اول غرزة اشتغل حشو، ادخل في الضلع التاني لغرزة الحشو اشتغل كمان حشو، كده اشتغلت اول عمود. بعد كده ده السطر رقم 4 اللي هو التكرار السطر رقم 5 اللي هو كان ايه كله بريد خلفي بالشكل ده كده، بريد خلفي. ما عدا اول واخر غرزة في السطر هما بس اللي بشتغلهم غرز عمود عادية. وصلت لاخر السطر اشتغل على اخر غرزة غرزة عمود عادية، هلف الشغل وادخل في اول غرزة، ده تكرار السطر رقم 5 اللي هو كان السطر رقم 6. اشتغل عمود 2 سلسلة واخد لفة اتخطى 1 2، الغرزة رقم 3 اشتغل فيها غرزة بف، اطلع من كل الحلقات، وبعدين اخر حلقتين 2 سلسلة اتخطى 1 2، التالتة اشتغل عليها بف، 1 2 1 2. انا هشتغلهم بس ب3 عشان انجازا للوقت، بس انت اشتغلي بقى ايه زي ما انت عاوزة. كمل السطر وارجع لكم. وصلت لاخر السطر اشتغل 2 سلسلة واروح عند اخر غرزة اشتغل عليها عمود عادي، الف الشغل، وده السطر رقم 6 والاخير. اشتغل عمود، وتحت ال2 سلسلة اشتغل 2 عمود، وعلى البف اشتغل عمود بالشكل ده كده. بس كده اهو. هتفضلي بقى تكرري السطور كده ماشي لحد اما توصلي للعرض اللي انت محتاجاه للشال بتاعك. ناقص منه بس كام سطر اللي هو ايه 1 2 3 4، 4 سطور. ليه؟ عشان احنا دلوقتي بصي انت هتشتغلي كده التكرار اهو هيبقى عادي شغال معاكي زي ده، هتيجي هيبقى عاوزه اول الشال زي اخر الشال، فهتبقي عاوزه تعملي الجزء ده، فانت هتقفي عند السطر اللي هو كله عمود ده بعد غرزه البف، وهتبداي تعملي ايه السطر اللي بعده، هتلفي الشغل كده. ده كده اخر كام سطر، اخر 1 2 4 سطور تقريبا. تعالوا نشتغلهم مع بعض افضل. ماشي، هيبقى عندك ايه سطر العمود اللي بعد البف، هتشتغلي اول غرزة كده اهو، وهتبدأي تشتغلي عمود امامي بقى، هنا عمود امامي كده، تدخلي ما بين العمود والعمود وتطلعي ما بين العمود والعمود التاني. تمام. هو لو كوفيه خلاص كده انت بالنسبه لك لو شغاله كوفيه بالطول هيبقى ده كده الكوفيه خلاص، مش هتحتاجي تكبري مقاسها عن كده، يعني هما السطور دي بس اللي هتكرريها وخلاص كده تبقي خلصتي الكوفيه. ده لو انت شغاله بالطول ووصلتي للعرض كده اشتغلت بريد امامي. اشتغلت كده بريد امامي، اخر غرزه هشتغل عليها عمود عادي وهلف الشغل. تمام بالشكل ده كده زي ما انت شايفه، وهبدأ هنا اشتغل 2 سلسلة بخطة 1 2، الغرزة رقم 3 هشتغل عليها عمود طويل، 1 2، ده خطة 1 2، الغرزة رقم 3 هشتغل عليها عمود طويل، 1 2، ده خطة غرزتين، والغرزة رقم 3 هشتغل عمود طويل لحد اخر السطر. خلصت السطر بالشكل ده كده، هلف الشغل والسطر ده بالكامل غرزة بقى عمود عادية خالص، كل 2 سلسلة هشتغل عليهم عمود،
والعمود الطويل اشتغل عليه عمود لحد اخر السطر. تمام. انا نهيت يعني كده انا شلت سطر العمود اسفة الحشو 2 سلسلة، لان كده كده مش هيأثر معايا، انا عاوزة بس الشكل ايه يكون واضح لكم. تمام اهو شايفة عشان يبقى ايه كده اهو. اول شكل الشال في الاول زي شكل الشال في الاخر، السطور تبقى في زي ما بدأتي زي ما نهيتي. تمام. بس كده كده خلصنا شرح الشال او الكوفيه بتاعتك. طبعا لو كوفيه انت شغاله بدأتي بالطول كده خلاص انت وصلتي للعرض، مش محتاجه تزودي سطور تاني، هتمشي نفس السطور اللي انا مشيتها وخلاص كده تمام. او الكوفيه زي الفل معاكي. طيب لو انت بقى دلوقتي عاوزه تعملي جيب زي ما انا عامله، بصوا انا عامله هنا جيب. تمام اهو انا عامله هنا بس الجيب بغرزه العمود عادي خالص. هنا مقاس الجيب طبعا انت برضو بتحددي الجيب المقاس اللي انت عاوزاه. هنا عرض الجيب 20 سنتي وطوله 18 سنتي. تمام. عادي ممكن تعملي العكس، ممكن تعملي العرض 20 والطول 15، او العرض 15 والطول 20 على حسب الجيب زي ما انت عاوزاه. وانا عاملاه بغرز عمود عادية وعاملة فوق غرزة برضو بف وكده يعني ديكور، مش براحتك خالص في الجيب زي ما تحبي. حابه تركبي شراشيب كمان ممكن براحتك، يعني انت ايه التفانين بقى والافتكاسات والحاجات الديكوريه دي بتاعتك. طيب تعالوا نتكلم عن كميه الخيط. عشان ناس كتير بتسأل على كمية الخيط. كمية الخيط للشال ده هتحتاجي لو هتعملي كوفية متوسطة الحجم، يعني مثلا طول 1.5 لمتر و80 سنتي مثلا، والعرض من 15 ل20 هتحتاجي شلتين. تمام. لو خيط متوسط السمك، خيط سميك هتزودي كمان شلة او نص شلة. خيط رفيع زي مثلا المهير هتحتاجي شلة ونص او شلتين برضو. طيب لو هتشتغلي شال، الشال هيحتاج معاكي بداية من 5 شلات. الشال هيحتاج معاكي متوسط 5 شلات. طبعا هتزودي شراشيب، هتزودي الخيط، هتزودي جيب، هتزودي الخيط. فلو هتعملي مثلا بخيط متوسط ومقاس متوسط اللي هو مثلا 1.5 متر الطول 1.5 متر والعرض تقريبا 50 سنتي، هتحتاجي 5 أو 6 شلات. عشان لو هتزودي شراشيب هتزودي اكتر، هتبدأي تزودي برضو عدد شلات الخيط. بس متوسط 6 شلات هيبقى حجم مناسب جدا بشراشيب وجيب. هتزودي بقى معاكي لحد بقى ايه كيلو. يعني في ناس بتعمل شال كيلو اللي هو بيبقى الطول مثلا 1.60 متر او 1.70 متر والعرض 60 سنتي او 70 سنتي. معاكي الطول بيبدأ من 1.5 متر لحد 2 متر، والعرض بيبدأ من 40 سنتي لحد 70 او 75 سنتي على حسب ما تحبي طبعا. تمام. لو عندك اي سؤال سيبولي في الكومنتات. ولو عملتي الشال يا ريت تبقي تشاركيه معانا على جروب وصفحة الفيسبوك وكروشيه توتا والمبدعات. اتمنى يكون الفيديو عجبك والشرح افادك، ولو حابة تنفذيه بكل سهولة وبساطة. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.